اصدقائي ومتابعيني عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شفت مطعم من يومين عارض زغاليل بالقشطه، وقليل قوي ان هنا في محافظه السويس حد بيعمل زغاليل بالقشطه، فقلت اجرب معاكم التجربه دي. هنتصل بيهم دلوقتي ونشوف جوده الاكل عامله ازاي، وهي فعلا زي ما هو عارضها ولا لا. مش هطول عليكم، تعالوا ندخل نتصل بيهم ونشوف الزغاليل عامله ايه. يلا بينا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت شفت اعلان على الفيديو بتاعكم زغاليل بالقشطه. متاح يا فندم. تمام. بكام الجوز؟ الفرد ب 180. طيب محتاج اتنين تمام، يبقى 2 فري وكيلو ورق عنب. وكيلو ورق عنب. هو هياخد قد ايه وقت؟ ساعة بإذن الله. ساعة كتير قوي، انا محتاجها قبل كده. والله بس عشان الحاجة تاخد راحتها بس. ماشي، بس ما تحاوليش تكتريه بس عشان انا عندي شغل فالحق. حاضر إن شاء الله بس. طب ماشي، متشكر جدا. يلا مع السلامة. مع السلامة. ساعة كتير قوي. هنشوف الساعة دي، خليكم معايا. هنشوف بقى. الساعة دلوقتي 7:10. هنشوف هتوصل لإيه، وادينا مع بعضينا. طبعا احنا دلوقتي الاوردر جه، استلمناه الساعة دلوقتي 8:15، فهو بيتكلم في ساعة إلا 5 دقايق، ساعة إلا 10 دقايق. المشكلة ان هو بتاع الدليفري هو اللي اتأخر، هو كلمني فيه بالظبط تلت ساعة بتاع الدليفري مأخر. هنفتح مع بعض نشوف الاوردر مكوناته ايه. هو انا طلبته، احنا طالبين 2 حمام فريك ومحشي اللي هو كيلو محشي. الحمام عامل 360 جنيه، يعني الفرد عامل 180، والمحشي عامل 120 جنيه. مكوناتها ايه؟ الفريك تحتيه رز بالخلطه، وبطاطس جرنش بطاطس، و2 سمبوسه. طبعا السلطات طحينه ورغيفين عيش، وده بيتميز بيه ان هو اللي بيعمله يعني. انا بس ورق العنب ليا تعقيب عليه، هو جاي انا لسه فاتح الاكل دلوقتي قدامكم بارد، معنى كده ان هو طالع بقاله كتير من المطعم. انا هدخل معاكم على المهم، الزغاليل بالقشطه. بص، هو القشطه يعني حتتين قشطه محطوطين على الوش، هم سايحين مش قاعدين. هو في قشطه بواقي قشطه اللي هو متحمره عليها قشطه. لا هي سخنه. لا جميله وكويسه. وجوه هم حاطين جوه الحشو الكبد والقوانص بتاعت الحمامات. لا سواء كويس، لا رايقه كويسه. يعني انا عايز اجرب الرز بالمكسرات، انا مش بحبه اصلا. لا حلو. دي السمبوسه. لا محشيه لحمه مفرومه. لا جميله حلوه. تعرف محل الكباب منين؟ من السلطه والطحينه بتوعه. السلطه حلوه، والطماطم فريش مش مركونه ولا معموله من، لا رايقه وخفيفه. فيها سنه كده شطه بسيطه قوي. لا كويس. لا الاكل كويس مش وحش، والتجربه كويسه. انا بس والتوقيت بتاع الطلب، لا يعني هو خد له ساعه. انا برضه انا مستكتر الوقت،
في حال ان هو لو كان جاي بدري كان الاكل هيبقى سخن واكتر من كده. يعني هو الاكل سخن عشان الطبق فويل، مع ان الطبق ده فويل برضو، بس انا مستغربه ان ورق العنب مش سخن بالمره يعني. هي لو هنقيم ورق العنب، لا الرز مش مهري جوه وكله اخد سوا واحد. انا بس اللي عايز لفته صغيره بس لاصحاب المحل، الفريك مهري سن، فيا ريت نحسن جوده الفريك افضل، وانتوا بتعملوه افضل من كده. ويا رب النهارده التجربه دي تكون عجبتكم، ولو حابين تشوفوني تجربه جديده في مطعم جديد يا ريت ترشحوه لي في الكومنتات تحت وتقولوا لي انتوا حابين تجربوا ايه. انا بنصحكم تجربوا الحمام بالقشطه. انا الاوردر والله طالبه قدامكم من اوله لاخره لغايه ما جربته، بس انا بقول لصحاب المحل ورق العنب. سلام.